هل بدأت شيئا وأنت متحمس ثم بعد فترة توقفت؟ إن كان هذا يتكرر معك، دعني أقول لك الحقيقة. المشكلة ليست في الفشل، المشكلة أنك تنتظر الإحساس، تنتظر الحافز، ولكن الحافز لا يأتي أولا. الحركة هي التي تصنع الحافز. وإن كنت تحتاج كلاما يثبتك ويذكرك بسبب البداية، فهذه القناة لك. كثير من الناس يتوقفون عند زيادة التعب، أو عند تأخر النتائج، أو بعد سماع كلام محبط. ولكن لم يقل أحد إن الطريق سهل. الفرق بين من كمل ومن توقف ليس القوة ولا الذكاء. الفرق أن شخصا قرر الاستمرار حتى وهو متعب. النجاح ليس شعورا، النجاح التزام. أن تعمل ما يجب عليك حتى وإن لم تكن متحمسا. ابدأ بخطوة صغيرة، خطوة تستطيع تنفيذها اليوم، لا غدا ولا عندما تشعر أنك جاهز. فالجاهزية تأتي بعد البداية. وإن شعرت أن هذا الفيديو أثر فيك وتريد ما يساعدك على الاستمرار، اشترك في القناة الآن، لأن المحتوى القادم مخصص لمن لا يريد أن يتوقف.